بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. السيد مبوج، أنت الرئيس لمشروع دعم تحديث الدارات القرآنية هنا، وأنتم تتحركون في مجال تحديث وعصرنة الدارات القرآنية. هل يمكن أن تلخص لنا حقيقة هذا المشروع؟ شكرا. ما يمكن أن أقوله في مشروع تحديث ودعم الدارات القرآنية هو أنه مشروع تم تمويله من قبل الحكومة السنغالية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، ويمكن تقييم هذا التمويل ما يقارب 10 مليار و32 مليونا. إذا أخذنا في كل 20 فإن 8 منها مولها البنك الإسلامي، وال20 الباقي مولتها الحكومة السنغالية. وهذا المشروع قام لصيانة الكتاتيب القرآنية في السنغال، ولا يخفى على أحد قدم هذه الكتاتيب وأصالتها في السنغال وفي نفوس السنغاليين، وهي التي سبقت المدارس الفرنسية هنا، ولكنها تعيش بعض المشاكل، وذلك لعدم مساندة الحكومة لها والوقوف بجانبها، وهذا سبب الكثير والكثير من النقائص، رغم أن المواطن السنغالي يريد دائما أن يتلقى ابنه تعليما فيها، وهذا هو اختيارهم الأساسي. وقبل إدخالهم في القطاعات الأخرى، الأمر الذي لا يسمحهم إلا الشروع في التعلم المهني مجددا، مثل البيع أو الهجرة الخارجية بعد الخروج من هذه الكتاتيب القرآنية، حيث إذا قستهم بزملائهم في المدارس الفرنسية الذين يجدون بعض الإمكانيات مباشرة بعد التخرج. وعلى هذا الأساس قررت الحكومة تصحيح هذا الخطأ وهذا الظلم الاجتماعي. ولكن ما يحق بنا أن نقوله أيضا هو أن السبب لا يرجع إلى الحكومة وحدها، ففي عصر رئيس سنغور مثلا كان ينوي هذا الإصلاح، إلا أن الكتاتيب القرآنية لها حقائقها، وخاصة إذا أخذت منطقة معينة مثل مدينة توبا، فكانت نية الحكومة قائمة، إلا أنهم كانوا يفضلون الكتاتيب على غيرها مثل المدارس الفرنسية من المدارس الفرنسية. وقد حاول الوزير التعليم أن يعمل ليوصل الخبر إلى البيوتات الدينية حتى أقنعهم بالفكرة، يعني ضرورة صيانة هذه الدارات وإقامة مشروعها على الأرض الواقع. وما أضيفه هنا هو أن المشروع يتكون من 5 أقسام. القسم الأول هو ما يتعلق بالبناء، إلا أن المشروع سيبني 64 مبان، و33 منها هي دارات أصلية ولكنها تجدد وتصان فيما بعد، و32 منها هي دارات حديثة عامة، يعني أن الحكومة هي التي تبنيها ثم ترسل إليها مدرسين أكفاء، كما هو الحال في المدارس الابتدائية الرسمية. وقسم آخر يتعلق بكل ما هو تكوين في البرنامج الذي سيجرى في الدارات، وكله قرآن، وهذا أيضا تم بناؤه. وهناك قسم آخر في كل ما يتعلق بالأدوات التي تستخدم فيها من كتب وغيرها، والكتب التي يعتمد عليها المدرسون فيها، وقد تم البعض منها.
وقسم يتعلق بحياة الطفل داخل هذه الدارات من صحته ونظافته وكل ما يمت بصلة لبيئته الاجتماعية. يعني أننا سوف نسهر في دراسة الأطفال وكذلك البيئة المحيطة بهم. وهناك قسم يتعلق بالمرافق التي تتحرك هنا في وزارة التربية والتعليم، فإن المشروع يقوم بدعمهم بالأدوات وعند شراء السيارات وكل ما يساعدهم في تحديث هذه الدارات القرآنية. ويمكن أن نذكر مثلا مفتشية الدارات التي تتعلق بالوزارة التربية والتعليم العام. والقسم الرابع هو الذي يقوم بمراقبة الأعمال لنتمكن من تسيير الأعمال بالدوام حتى لا يكون هناك ما يسمى الانقطاع في التدريس لوجود بعض المشاكل. والمشروع في طريق بناء عمارة ضخمة هنا في الدكار عن سبيل ما يسمى الوقف، وستتكون هذه العمارة في 19 طابق نقوم بإجارتها، والمردودات المالية التي تأتينا من هذه العمارة تصرف في هذه الدارات لتساعد المعلمين والمتعلمين، بحيث لا تكون هناك ما تسمى المجانية في العمل، فالعاملين كلهم تربطهم مع المؤسسة عقود رسمية. مبدئيا فإن الدارات تتطور من الحالة التقليدية والمتاعب إلى دارات متطورة وملائمة في ظروف جيدة تسمح للطالب ألا يذوق مرارة الجوع والعطش والعري. ثم إن البيئة التي يعيش فيها توفر له المزيد من الاهتمام بصحته وبنظافته. بعد بناء هذه الدارات وتوفيرها، ما هي الدور الذي ستلعبه الحكومة لحمايتها وتسييرها؟ جيد، على كل حال فإن لكل مشروع بداية ونهاية، ولكن حتى في الطور الأول والثاني أو الثالث إن انتهى المشروع لا يعني ذلك أبدا أننا نهجر هذه الدارات. فقد قلت لك لدينا مفتشية خاصة لهذه الدارات القرآنية تتعلق بالوزارة، وهي التي تسيطر كل ما يتعلق بمشروع تجديد هذه الدارات. حتى وإن لم توجد بعض المشروعات تبقى المفتشية قائمة لأنها تعمل لوزارة التربية الوطنية، فهؤلاء هم الذين يسيطرون التدريس في الدارات كما يفتشون المدرسين فيها أيضا. إذن فكل ما من شأنه عرقلة المشروع هم سيقومون بأمر من السلطات بتعديله وتقويمه. وقد قلت إن الوسائل التي من شأنها يتم العمل داخل هذه الدارات من المباني والكراسي وغيرها لتسهيل الأوضاع التلاميذ فيها إذا انعدمت عندئذ قد لا تكون الأهداف محققة. ولكن إذا وضعنا في الحسبان أنه من هنا ل10 سنوات أو 100 أو 1000 سنوات حتى إن لم تتزايد الأوقاف فلا تتناقص، والأوقاف هذه إن الهدف من جمعها هو البحث عن مبالغ مالية تنفق في هذه الدارات ليستعين بها أصحابها في قضاء حاجات التلاميذ فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.